لو سألتك إيه المشترك بين كل الصور دي؟ كلها صور حقيقية وتصورت في الفضاء فعلا. طيب فين بقى النجوم؟ كل ما نشوف إطلاق صاروخ أو حتى صور للهبوط على القمر أو حتى فيديوهات من محطة الفضاء الدولية، دايما الخلفية بتبان سودة وضلمة ومفيش أي نجوم ظاهرة. الموضوع ده كان شرارة لواحدة من أكبر نظريات المؤامرة في التاريخ، وعلشان نجاوب ونثبت إنه العلماء مش بيضحكوا علينا لازم نفهم الكاميرات بتشتغل إزاي في الفضاء، وكمان رواد الفضاء نفسهم بيشوفوا إيه بعينيهم هم وفي الفضاء. في يوم 7 فبراير سنة 1984 5 رواد فضاء كانوا على مكوك تشالنجر، ومهمتهم كانت عمل أول تمشية في الفضاء من غير ما يكونوا مربوطين بالمركبة. قبل كده كان لازم رائد الفضاء يتربط بحبل أمان، والمرة دي رائد الفضاء بروس ماكندراس خرج ببدلة الفضاء الجيت باك وقال لهم الجملة الشهيرة: ممكن دي تكون خطوة صغيرة لنيل أرمسترونج، بس دي قفزة كبيرة قوي بالنسبة لي. الطيار روبرت جيبسون طلع الكاميرا وظبط الإضاءة وصور واحدة من أشهر الصور في التاريخ. رائد الفضاء هو طاير لوحده في الفضاء لاحظ حاجة غريبة: هي فين النجوم؟ الموضوع مش غلطة الكاميرا، رواد الفضاء نفسهم حكوا إنهم هم في المدار السما بتبان لونها أسود داكن جدا زي لون الحب. وعلشان نفهم ليه النجوم مش بتبان لازم نفهم حاجة اسمها التعريض الضوئي أو الكاميرا اكسبوجر. الموضوع بسيط قوي، أي كاميرا فيها حاجة اسمها سرعة الغالق أو الشتر سبيد، وده الوقت اللي الكاميرا بتفتح فيه علشان الضوء يدخل للحساس. كل ما زاد الضوء الصورة بتكون أنور أكتر، وأكيد أنت جربت ده في موبايلك لما بتعلي الإضاءة زي ما بيحصل دلوقتي في الفيديو. وفي كل صور وفيديوهات الفضاء الموضوع الأساسي مش بيكون النجوم اللي ورا، لا، بيكون رائد الفضاء أو الأرض أو المركبة. الحاجات دي موجودة في ضوء الشمس، يعني واخدة ضوء شمس قوي جدا زي الضوء اللي بنشوفه وقت الظهر عندنا، فمستحيل الكاميرا تظبط إضاءة رائد الفضاء اللي منور قوي والنجوم الضعيفة قوي في نفس الوقت. لو فتحنا الإضاءة علشان النجوم تبان، رائد الفضاء هيتحرق وهيبقى كتلة بيضة منورة. علشان كده دايما بنضحي بالنجوم علشان نصور المهم، ودي مش مؤامرة، بدليل اننا لو خططنا نصور بالتعريض الطويل نقدر نطلع صور خرافية للنجوم في الفضاء. سؤال: ليه رواد الفضاء مش بيشوفوا النجوم بعينيهم المجردة؟ رائد الفضاء نيل أرمسترونج قال لهم انهم ما كانوش بيقدروا يشوفوا النجوم من على سطح القمر او من الجانب المنور من سطح القمر بالعين المجردة، وده بسبب انه عينيهم كان بيشتغل زي الكاميرا بالظبط. عين الانسان بتوسع وبتضيق طبيعي، ولو انت في مكان منور قوي زي سطح القمر عينك بتصغر علشان تحمي عينك من الضوء الكتير، فالعين بتتبرمج على الضوء القوي اللي حواليها. بالتالي النجوم الضعيفة ما بيكونش ليها مكان في الرؤية. المكان الوحيد اللي قدروا فيه رواد رحلة أبولو إنهم هم يشوفوا النجوم وهم على القمر كان في الظل بتاع المركبة القمرين. وقفوا في الظل واستنوا عينيهم تاخد على الضلمة والكون بدأ يظهر وضوح جماله. السؤال دلوقتي: رواد الفضاء اللي رايحين للقمر الأيام الجاية في رحلة أرتمس هيشوفوا إيه؟ بما إنهم هينزلوا على القطب الجنوبي للقمر وده مكان أظلم بكتير، فالمتوقع إنهم يشوفوا النجوم بوضوح أكتر. ورائد الفضاء دونالد بيتر اللي موجود دلوقتي في محطة الفضاء الدولية بيصور صور تعريضها طويل للنجوم. هتلاقي فيديوهات وصور للحاجات دي على اليوتيوب. والمرة الجاية لما حد يقول لك فين النجوم دي مؤامرة، ابعت له الفيديو ده علشان يعرف الحقيقة العلمية. وبس كده صديق، ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو، سبسكرايب للقناة. سلام.